لعنة من كائن غريب بتعمل لصاحبها جنون، واخرتها بيبتسم ويموت وينقل اللعنة دي لحد تاني. انتوا بتسمعوا محمد شمس، وده فيلم من الاخر. وما تنسوش اللايك المتين. روز بتكون دكتورة نفسية بتقابل كارل مريض في المستشفى، وبيعرفها بانه مصاب بلعنة هتخليه يموت كذا مرة، لكنها بتعرفه ان هو بيهالوس. وبتروح بعدها للارا الشاهدة الوحيدة اللي شافت استاذها الجامعي بينتحر قدام عينيها، واول ما تكلمها بتعرفها ان قدراتها العقلية سليمة، ان هي بس في حالة صدمة من اللي شافته. وبتعرفها بان في حد بيظهر لها ويخلي اللي قدامها يبتسم. وبعدها في كارثة بتحصل، وبيبان ان لارا شافت حاجة مش باينة لروز، ولما تلتفت عنها عشان تبص عليها وترجع تاني تبص لها تلاقيها مبتسمة بشكل مرعب، وبتطلع حتة ازازة من جيبها وبتقتل بيها نفسها. ولما ترجع روز البيت تقعد تشرب لغاية ما خطيبها يوصل، وبيكون عندهم عشاء مع اختها هولي وجوزها، لكن روز بتكون ساكتة طول العشاء ومش بتتكلم من صدمة انتحار لارا قدامها. بنكتشف ان هولي عايزة تبيع البيت لسبب غريب اللي هما الاتنين وارثينه عن ابوهم وامه، لكن روز بترفض بيعه. وتاني يوم بنشوف جاك الاكس بتاعها في المستشفى ويحاول يجر معاها كلام تاني، بس هي مش بتديله وش. وبتطلع بعدها على ملف حالة لارا، وبتقرا ان مدرسها برضه كان بيبص لها وابتسم قبل ما يموت. وبتبتدي بعدها تشوف حاجات غريبة، بتشوف كارل قاعد مبتسم وبيعرفها ان ميعاد موتها قرب. وبتتصدم وبتطلع تجري. بيستدعيها دكتور مورجان مدير المستشفى اللي بيعرفها ان هي في حالة اجازة بسبب ان كارل كان نايم اصلا وما عملش حاجة، وهي امرت الامن انهم يكتفوه ويفزعوه من النوم، وده غلط على حالته النفسية. وبتعرف بعدها انها ابتدت في الهلوسة زي لارا قبل ما تموت. في البيت بتلاقي ان باب البيت اتفتح لوحده، وشركة الامن بتكلمها وتعرف كلمة السر، بس ثانية واحدة هي اصلا مش ماسكة التليفون. والشرطة بتوصل ويطمنوها ان مفيش حد دخل البيت، وتقعد تسمع محادثتها مع لارا لكنها بتشوف نفس الهلاوس. وبتروح بعدها تقابل مادلين الدكتورة النفسية اللي كانت بتعالجها بعد حادثة انتحار امها، وبتعرفها ان هي حاسة بالذنب على موت لارا زي موت امها بالظبط. وبتاخد روز هدية وتروح لعيد ميلاد ابن اختها اللي بيتصدم اول ما بيفتحها ويلاقيها قط ميت. وهنا الكل بيندهش من تصرف روز، وهي بتشوف نفسها وهي مبتسمة وبتقع وبتتعور على ازاز الترابيزة. بتحاول تقنع خطيبها بالحاجات اللي بيشوفها بس ما بيصدقش منها حاجة، وبيعرف ان هي خلاص اتجننت. بتروح الصبح تقابل مرات الاستاذ الجامعي اللي كان لعنة صابته، وتعرف روز ان جوزها ما كانش بينام، وبتاخدها لغرفته اللي راسم فيها صور الحاجات الغريبة اللي كان بيشوفها. وبتعرفها ان الحالة دي ابتدت عنده لما رجع من مؤتمر شاف فيه واحدة بتنتحر قدامه بنفس الاسلوب وهي مبتسمة ليه. بتعرفها روز بان جوزها كانت صابته لعنة هي موجودة معاها دلوقتي، لكن الزوجة بتطردها بره البيت لما تخاف ان اللعنة تتنقل لها. بتقرر بعدها روز تروح لجاك الاكس بتاعها اللي شغال مع الشرطة بانه يتحرى عن الحوادث بتاعة الانتحار الاخيرة اللي حصلت بنفس السبب. بتروح بعدها عشان تعتذر لاختها هولي إلا على اللي حصل منها في عيد الميلاد، لكن أختها مش بتتقبل منها اعتذارها ولا بتصدق إن هي ملعونة أصلا. ولما تمشي بتشوف إن أختها رجعت لها بس بشكل غريب وبيطلع تهيؤات. وجاك بيعرفها بإن في 20 حالة زيها وكلهم انتحروا، بس في واحد قدر ينقذ نفسه بإنه قتل واحد مكانه وهو موجود في السجن دلوقتي. ولما يروحوله يعرفوا روز بحالتها ويقول لها إنه مش هيتكلم قدام جاك ولازم يطلع بره. بيعرفها إنها لازم تعمل زيه وتقتل أي حد قدام شخص تاني شاهد علشان اللعنة دي تروح له هو، ده لو عايزة هي تعيش ومفيش حل تاني. وبيصرخ علشان الحرس ياخدوه تاني للسجن ويبعد عنها. وفي البيت بتلاقي مادلين جات لها وبيقعدوا يتكلموا، لكن التليفون بيرن وبتطلع هي مادلين اللي بتكلمها على التليفون. بتلاقي ان اللي قدامها بتعرفها ان الدور جاي عليها، وبعدها بتهرب وبتروح على المستشفى بتاخد سكينة وتقتل كارل المريض قدام مورجان علشان اللعنة تتنقل له. لكن بتفوق في العربية وبيبان ان هي كانت بتهلوس برضه، وبتقرر انها تروح تعزل نفسها في البيت القديم بتاعهم اللي امها انتحرت فيه. وبيظهر لها شبح امها في البيت بيقعد يلومها علشان اتخلت عنها. وبتروح بعدها لجاك وبتستنجد بيه، لكنها بتكتشف انه بيتهيأ لها وان هي لسه في غرفة مع الشبح بتاع امها. والغرفة بتولع بيهم، بيظهر الشبح على حقيقته وبيدخل جواها. بعدها جاك بيدخل عليها الغرفة ويلاقي ان هي واقفة وبتبتسم له، ويبان ان اللعنة اتنقلت لجاك. ولحد هنا نكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى اللايك شير سبسكرايب فيلم الاخر علشان يوصلكم كل جديد.